تخيل تبقى ماشي في حالك نجم أكشن وليك هيبتك، وفجأة تلاقي نفسك قدام المسكاوي. المسكاوي ده مش مجرد صوت، ده الكابوس اللي هيخليك تشك في كل حاجة حواليك. ضيفنا النهاردة هو الفنان ماجد المصري، اللي دخل ليفل الوحش وهو فاكر إن الموضوع شوية أسئلة وخلاص، بس الحقيقة كانت زيتونة في بالونة وفيشة في باريزة. في الليفل الأول اللعبة كانت غريبة جداً، المطلوب إنك تدخل الفراخ عشتها عشان تخرج بسلام. طبعاً ماجد المصري النجم اللي بيضرب 100 واحد في الأفلام طلع عنده نقطة ضعف قاتلة، بيخاف من الفراخ. والموضوع مخلص هنا، ده المسكاوي بدأ يزنق ماجد في الأسئلة. هو أنت ما بتنجحش غير مع محمد سامي؟ وبعت تاريخك عشان الفلوس يا ماجد؟ وبعد ما عدينا من ريش الفراخ وأسئلة المسكاوي دخلنا في الليفل التاني، الخلاط. متخيل يعني إيه تبقى محبوس في أوضة بتلف بيك وإنت مطلوب منك تحط الزهر في مربعات محددة؟ ماجد حاول يثبت لياقته كنجم أكشن، بس الموضوع قلب معاه ببهدلة ما يعلمش بيها إلا ربنا. الليفل التالت بقى كان فيشة وبريزة. المطلوب إنك تطلع فيشة من بطن دبدوب وتحطها في البريزة عشان الكهرباء تشتغل وتفتح لك الباب. وماجد المصري كان خلاص جاب آخره، خصوصاً لما بدأ السقف ينزل عليه والجو يبقى رعب حقيقي. الحب الساقط في الحساس، دي كانت جملة السر اللي خلت ماجد يشك في قواه العقلية وهو بيرددها ورا المسكاوي. وقبل ما ياخد نفسه اتفتحت بوابات الغابة، حيوانات حقيقية وكائنات غريبة، وماجد المصري بيجري وهو مش عارف هو فين. وفي النهاية وصل للليفل الأخير، ليفل الوحش بجد. مياه بتغرق المكان وضغط عصبي رهيب، لحد ما ظهر له البعبع الحقيقي، رامز جلال بشعره الملون وضحكته المشهورة. رد فعل ماجد المصري كان مزيج بين الصدمة والضرب والضحك في الآخر. حاول ياخد حقه من رامز، بس طبعا رامز عامل حسابه كالعادة. في الآخر ماجد اكتشف إن رجب الجريتيلي شخصيته الشهيرة ممكن يخاف من القرود عادي جدا، وإن اللياقة البدنية في ليفل الوحش محتاجة أكتر من مجرد عضلات، محتاجة أعصاب حديد. الخلاصة يا صديقي إن رامز جلال السنة دي مش بس بيخوف الضيوف، ده بيعمل فيهم تجارب أداء حقيقية وسط الفراخ والكهرباء والحيوانات. وماجد المصري أثبت إنه مهما كان وحش في الشاشة، قدام رامز الكل بيبقى كوكو كوكو. أشوفك الحلقة الجاية مع سحلة جديدة، ويا رب ما نقعش في إيد المسكاوي.